السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله انا جايبه لكم حاجه حلوه جدا جدا، نغسل بيها عيون البوتاجاز. انا كنت عملت معاكم فيديو قبل كده لسطح البوتاجاز الاستانلس بملح الليمون. انا هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف تحت. تمام. فانا هقول لكم بقى هنعمل ايه النهارده في عيون البوتاجاز، وهبقى انا اعمل معاكم فيديو للحوامل بتاعه البوتاجاز. تمام. احنا الوقت النهارده هنعمل فيديو للعيون بتاعه البوتاجاز. ايه هي بقى المكونات؟ ميه وكركديه. هنعمل ايه؟ هنشيل العيون بتاعتنا كلها بديا، وهنحطها في ميه فيها شويه كركديه، ونسيبها على النار تغلي. انا بصراحه جايبه الوصفه دي، انا شفتها على النت، يعني كانت واحده منزلاها وقلت اجربها. انا كنت المفروض اجيب لكم المكونات واجيب لكم شكل العيون من الاول، بس انا بصراحه ما كنتش ضامنه النتيجه بتاعتها. فانا حطيت الميه والكركديه وحطيت العيون بتاعه البوتاجاز في الميه وسبتها تغلي. تمام كده. بس بصراحة أنا جيت أبص في العيون، لقيتها شايفين جابت نتيجة حلوة جدا جدا. حتى السمار اللي فيها نزل. هي ما كانتش نظيفة خالص، والله العظيم أنا ما دعكتهاش. هي ما كانتش نظيفة. شايفين دي عاملة ازاي؟ هو بدأ ينزل منها اهو. السواد ده بدأ يخف خالص اهو، شايفين وانا هدعكها قدامكم. فأنا سبتها تغلي، حتى هي بتطلع دخانة، هي لسه ما بردتش قوي. أنا سبتها تغلي وهسيبها منقوعة كده للصبح، وهغسل واحدة قدامكم. تمام كده. ونشوف النتيجة مع بعض. بس بصراحة هي النتيجة باينة، يعني هي نتيجتها حلوة جدا. فأنا برضو هستنى معاكم للصبح، وبعدين أخد واحدة أغسلها قدامكم ونشوف مع بعض النتيجة. تمام. دلوقتي انا سبتها منقوعه في الكركديه، والميه المغليه سبتها منقوعه للصبح. وده شكلها اهو، ده شكلها بعد ما اتنقعت. شايفين؟ هنعمل ايه بقى؟ هنحط شويه صابون سايل على سلكه خشنه، وندعكها تاني برضو عشان تلمع اكتر من كده. تمام. هندعكها اهو بالسلكه الخشنه دي وشويه صابون. اهي. بس كده. مش متعبة خالص. يعني هو الكركديه بيسهل ان هو الاسود اللي كان فيها ده نزل. يا دوب بس انت بتدعكيها بشوية صابون وتلاقيها بالشكل ده. هنشطفها معاكم اهو، نغسلها. اهي. دي واحدة اهي. تمام كده. هعمل معاكم بقى واحدة كمان. دي الكبيرة اهي، اللي دايما بنحمر عليها شايفين عاملة ازاي؟ هغسلها بقى قدامكم برضو دلوقتي. والله العظيم يا جماعة سحر سحر، جربوه بجد مش هتندموا. شايفين؟ والله يا جماعة حلو جدا وما تعبنيش. يعني انا كل مرة كنت بنقعه في خل وكربوناته وحاجات من دي، والله ما كان بيجيب لي النتيجة دي. تمام. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. وما تنسوش تعملوا بقى اشتراك للقناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وجربوا النتيجة دي ان شاء الله هتعجبكم، مش هتخسروا حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.